لو أنت في business الاستشارات أو خبير عندك خبرة بتبيعها للناس، وبتجيب leads كتير على الbusiness بتاعك، بس الleads دول مش بيتحولوا أو مش بيتحولوا لعُملا، فغالبًا المشكلة مش في الخبرة بتاعتك أو في الخدمة بتاعتك اللي أنت بتقدمها للناس، غالبًا في الstructure بتاع الpipeline أو الsales funnel بتاعتك. خلّينا في البداية قبل ما نتكلم عن إزاي نحل المشكلة دي، هنفهم من خلال الslide اللي جاية اللي هي بتتكلم عن 5 مراحل للsales funnel للconsulting business أو لbusiness الاستشارات أو بيع الخبرات. أول مرحلة معانا اللي هي لمّا يكون اللي جاي لنا ده lead، بنبدأ إن إحنا نعمل طبعًا outreach أو نعمل إعلانات أو كل السُبل بتاعة التسويق بتاعتنا عشان نوصل للناس. ولو خدنا reply أو خدنا رَد، ده إشارة أو دلالة إن الشخص ده مهتم أو عنده عايز يعرف أكتر عن اللي إحنا بنقدّمه، فبالتالي بيبقى الغرض من هذه المرحلة اللي هي المرحلة رقم 1 اللي هي الlead، إن إحنا بس نتكلّم معاه وناخد منّه رَد، إحنا مش عايزين نعمل pitching أو عايزين نودّي الoffer بتاعنا لأ، إحنا عايزين ناخد بس رَد. تاني مرحلة وهي مرحلة الconversation، دي بابدأ إن أنا أسمع منّه أكتر ما أتكلّم، بابدأ إن أنا أسأله أسئلة عشان أفهم أهدافه وأفهم العوائق اللي بيقابلها، ولو في قرارات هو بياخدها المفروض بياخدها إزاي. هنا الهدف كلّه بيبقى إن أنا أفهم إن المشكلة بتاعته أو إن أنا أحاول أبقى فاهم هو بيعاني من إيه عشان أبدأ في النقطة اللي بعدها أو في المرحلة اللي بعدها إن أنا أحلّها له، عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا باخد اللي هو الproposal ده، بيبقى هو باخد المشاكل اللي كانت عنده وأحوّلها كطريق إن أنا أنقله من النقطة A للنقطة B، من النقطة اللي هو فيها للنقطة اللي هو نِفْسه يوصل لها، بحيث إن أنا أخلّي الكلام بقى بسيط، أخلّيه مقنع، أركّز إن أنا أقول له إيه الفايدة اللي هياخدها أو إيه الoutcome أو إيه المخرجات اللي هياخدها أو إيه الهدف النهائي هيوصل له إزاي عن طريق الشغل معانا. بعد كده الwin والloss اللي هو لو هو وافق على العرض بتاعي على الproposal بتاعتي باكمّل فيه الonboarding، ولو ما وافقش بابدأ أسأله أسئلة أقول له إيه اللي ما خلّاكش توافق، عشان إيه اللي خلّى عندك في تردُّد في الموضوع، إيه اللي خلّاك تقول مثلًا أنا مش جاهز دلوقتي، أنا ما عنديش دلوقتي، فإيه اللي خلّاك هل مثلًا هو يعني أنت حاسس إن الموضوع في الpositioning بتاعك في مكانتك في السوق، سعرك عالي، الproposal بتاعتك ما كانتش أحسن حاجة اللي كانت في المرحلة اللي قبلها، هل الكلام ده كلّه بيأثّر بشكل أو بآخر على إن أنا أخسر أو أكسب البيعة؟ بابدأ أعرف الحاجات دي وأعمل عليها optimization. الnurturing اللي هو إن أنا باغذّي، ودي أهم حاجة في الconsulting business. إحنا بنشتغل كbusiness استشارات أو business خدمات، بتشتغل على الnurturing اللي هو إنك تغذّي دايمًا العميل بتاعك أو العميل المحتمل بحاجات زي insights updates newsletters الكلام ده كله حاجات بتفيده وتورّي له إنك أنت خبير في المجال، لازم نعمل عملية الfollow up، مهم جدًا إن أنا أبعت له حاجات بقى زي إيميلات أو أبعت له رسايل على الواتساب أو أعمل له بقى أي حاجة، أي نوع من أنواع الfollow up SMS الكلام ده كله أنا أعمله له عشان يبقى فاهم إن أنا فاهم هو عايز إيه وفاهم مشكلته. دول ال5 مراحل اللي إحنا هنعدّي بيهم من فوق لتحت كده، العميل لازم بيعدّي معاك فيهم، سواء كنت في رسايل، سواء كنت في مكالمة، سواء كنت عن طريق إن إحنا form بيسجّل فيه وبعد كده يروح يعمل follow up الكلام ده كلّه، إحنا دول ال5 مراحل أو ال5 مراحل في الsales funnel بتاعتنا للconsulting business أو لbusiness الاستشارات والخدمات. طب ليه أصلًا الbusiness بتاع اللي هو الاستشارات، اللي هم الناس اللي بيشتروا فيه الوصول ليهم يعني مسار عشان يشتروا منّي أصعب؟ أول حاجة لإن هم بيركّزوا على الoutcome، هم بيركّزوا بس على إيه اللي هيرجع لي من اللي أنت هتدّيهوني، بيركّزوا على العائد على الاستثمار. تاني حاجة وهم إن هم صعب إنّك توصل ليهم، لإن هم مش هيمشي معاهم نفس نظام التسويق اللي إحنا شغالين بيه، اللي هو إنّك أنت تبعت إيميلات كتيرة، تعمل automation للfunnels بتاعتك، تبعت رسايل automated والكلام ده كلّه، ما فيهاش personalization. كل الحاجات دي بيبقى صعبة لإن ده executive يعني ده مدير تنفيذي، ده شغله كمدير بيمنعه إن هو يبقى عنده وقت إن هو يتعامل مع الحاجات اللي الناس العادية بتتعامل معاها، فبالتالي الprocess عشان أوصل له أصعب.
تالت حاجة ودي الأهم، إن هو دايمًا بيدوّر على الvalue. لازم إنّك أنت لمّا تيجي تتكلّم معاه تحسّسه إنّك مدّي له value، تحسّسه إنّك أنت بتكلّمه هو لشخصه. لو حَس إنّك بتتكلّم بلغة عامة مش هيبُص لك أصلًا ولا هيركّز في كلامك. فهو دايمًا بيفضّل يعني القيمة على العدد، على الكترة، على إن هو يحس إن هو الكلام generic أو الكلام عام، مش ليه هو بس، مش personalized. تمام؟ طَب إيه هي الرسالة؟ يعني أنت دلوقتي قررت إن أنا هاشتغل outreach مثلًا، أنا هاشتغل outreach. تمام، مش هاشتغل إعلانات، ده للconsulting business أو للservices business. أنا عايز أعمل outreach، باروح أدوّر في LinkedIn على ناس يكونوا exec اللي هم الSEO suite، بيقولوا عليهم SEO suite، SEO suite. باروح أدوّر عليهم مثلًا في LinkedIn، فيسبوك، أدوّر عليهم في Instagram، أشوفهم هم موجودين فين وأبدأ إن أنا أبعت لهم الرسايل. طَب إيه هي الفورمولا بتاعة الرسالة؟ دي اسمها magnetic message. ليه؟ عشان الهدف من الرسالة دي إن أنا أقول أنا باساعد مين، يحل مشكلة إيه، بحيث إن هو يلاقي نتيجة إيه. ودي أقول له مثلًا إن أنا الخبرات بتاعتي والسبب إن هو يختارني. ده بالنسبة الشيء أو الmessage اللي بتفتح أبواب مع الناس اللي هم الSEO suite اللي أنا كلمتك عنهم دول. طيب لو أنا عايز أعمل direct outreach إزاي باعمله؟ هي الفكرة إن أنا أبعت رسالة تجيب لي رَد زي ما قُلت لك، تفتح الباب. إزاي؟ أنا مش عايز pitch، مش عايز service، مش عايز أي حاجة تخُص الoffer بتاعي، أنا عايز بس أجيب reply. ليه؟ لإن الفكرة لو هو رَد عليك يبقى هو مهتم، مهتم يسمع منّك، مهتم يشوف اللي أنت بتقدّمه. ولو أنت عايز تتكلّم معاه لازم ولا بُد إن أنت تدّي له value في أول رسالة تقابله فيها. لازم يحس إنّك بتقدّم له حاجة عشان تثبت له إنّك خبير. ولو أنت قدرت تفتح الباب إنّك تتكلّم معاه، كل حاجة بعد كده بتبقى أسهل بكتير. طيب إيه هي الmeaningful conversation أو الconversation أو المحادثة اللي بتقفل البيعة؟ لازم تفهم إنك في الconversation بتاعتك زي ما قُلنا إحنا عندنا lead وبعد كده conversation. في الconversation مهم جدًا إنك تسمع، اللي هي الstage 2. لو افتكرنا من الslide بتاعة ال5 stages، إحنا عندنا أول stage اللي هي lead، تاني stage على طول اللي هي conversation يعني. في الconversation اسمها conversation عشان أنت محتاج تُقف كده، تقعد تسمع الناس وهي بتقول لك مشاكلهم. لازم إنك تقعد 80% من المكالمة بتسمع بس إجابات، ما بتتكلمش عن أي حاجة خاصة بيك، بتسمع بس هم مشاكلهم إيه، عشان تبدأ. لإن أنت هتيجي خلاص بقى، ما أنت المرحلة اللي بعد كده اللي هي الproposal، دي المرحلة هتبقى فيها إن أنت هتبدأ بقى تحل المشاكل عن طريق الoffer بتاعك. لازم نبقى فاهمين إن لازم نعمل عملية optimization مستمرة للpipeline بتاعتنا، الstages اللي إحنا اتكلمنا عليهم اللي هم ال5 stages. تمام، لازم نعمل لهم دايمًا عملية تنظيم وتحسين للstructure عشان نتأكد إن هي الflow ماشي صح. تمام، يعني 20 دقيقة أسبوعيًا تبُص على ال5 stages، تشوف النتايج وتشوف التحديثات بتاعة الpipeline، تشوف العميل اللي كان في الstage 1 لمّا جه اتحرك للstage 2 إيه اللي حصل، وهل في الآخر البيعة win والّا loss. وتبدأ تبُص على كل حاجة من الحاجات دي، تبدأ تشوفها وتحسّنها، عشان دي أهم من إنّك تعمل أصلًا الpipeline. في النهاية بقى لمّا نيجي نتكلّم عن إن إحنا إزاي نملى الpipeline بتاعتنا بالناس المناسبة أو العُملا المناسبين لينا، لازم نبقى فاهمين إن إحنا عشان نعمل كده، لازم نبقى الpositioning بتاعنا كويس، لازم تبقى الconversations بتاعتنا كويسة، نبقى بنتكلم كويس، الconversation
بسيطة، ما تكونش معقدة، ما تكونش فيها كلام كتير، بحيث ان العميل زي ما احنا عارفين بتاعنا المفروض ان هو ما عندهوش وقت. نتيجة كده بقى هيبقى التقفيل بتاعنا في المبيعات احسن، وده اللي احنا بنشتغل عليه. فكرة ان احنا يبقى البوزيشن بتاعنا كويس، دي رقم واحد. ليه رقم واحد؟ لما اجي انا عندي ستيجز هنا، تمام، الستيجز دي لما اجي ادخل عميل هنا مش مناسب، العميل ده مش هيتحرك معايا، هيوصل معايا للمرحلة الأولى وهيقف. لو أنا جيت دخلت من الفانل، بداية الفانل، عميل يكون مناسب للأوفر بتاعي ومناسب للاستشارة بتاعتي أو الخدمة بتاعتي، هيبدأ إنه يتحرك أسهل من العميل اللي مش مناسب. عشان كده الشارب بوزيشننج مهمة جدا جدا. في الشارب بوزيشننج لازم يبقى برضه الكونفرزيشن مهمة، تسمع وترد بكل بساطة وبأريحية وبسهولة، عشان ما عندهوش وقت يسمعك، وفي نفس الوقت محتاج إن أنت تتكلم معاه outcome. بالتالي النتيجة النهائية بتاعتنا أو الريزلت هتبقى إن إحنا better close rate، هنبقى نسبة التقفيل بتاعتنا للمبيعات أحسن بكتير جدا. فمهم جدا نفهم إن إحنا لازم نعدي على 5 مراحل أو 5 stages بالذات للconsulting business، لأن إحنا بنستهدف ناس يكون مكانتهم عالية، يكون إن إحنا بنقدم استشارات لناس معينة، فبالتالي مش هنتعامل معاهم زي ما بنتعامل مع الناس اللي هي بنستهدفها، اللي هم مقدمين الخدمات الصغيرين، أو إن أنت تبيع برودكت أو الكلام ده كله، لأن أنت بتبيع هنا خدمة غالية وفي نفس الوقت الناس مهمة. فبالتالي لازم تتعامل بحساسية جامدة جدا مع الموضوع ده، إن أنت تمشي في المراحل واحدة واحدة، وكل مرحلة ما تتحركش منها إلا لما تتأكد إن المرحلة اللي أنت فيها حاليا خلصت. زي مثلا إن أنا ما أدخلش من ال conversation للبروبوزل وأقول البروبوزل بتاعي قبل ما العميل يكون خلص الشكوى بتاعته، أو يكون خلص وقال كل اللي جواه، عشان أقدر أتأكد إن البروبوزل بتاعي هترد على كل الأسئلة بتاعته. ده كان بالنسبة لفيديو الكونسلتنج أو السيلز فانل للكونسلتنج بزنس. أتمنى تكونوا استفدتوا منه إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وسبسكرايب للقناة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.